مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. المهم صحه فطوركم وصحه رمضانكم. وجيت هنايا نقول لكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا متهنيين ان شاء الله. جبت لكم هنايا بسبوسه. نبداو بالوصفه. عندي كاس تاع سكر، وعندي كاس تاع ماء، وشويه مغرف تاع فاني، وطرونس تاع قارص. وعندي هنايا البنات بلاطو تاعنا دهنته بالزبده ودريت عليه شويه تسميد. المهم بسبوسه هذه البنات بنينه 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 تسخف. عندي هنايا زوز بيضات وقرصه تاع ملح وكاس غير ربع تاع سكر، نضربهم بالخلاط الكهربائي. نزيد كاس زيت، ونزيد نخلط مليح بالباطير، ونزيد كاس حليب ونخلط مليح بالباطير. يعني سهله سهله البنات وما فيها حتى حاجه، وتجيكم كيما قلت لكم بنينه بنينه تسخف. عندي هنايا مغرف تاع لافاني، وعندي هنا البنات سميد، زوز كيسان سميد. انا درت بالسميد تبعتنا، وكان سميد مليح، فيه الرقيق وفيه المتوسط، يعني ساعدني بزاف. وعندي زوز باكي تاع خميره تاع الكاطو. هنا نخلط بالفوي. هاني قلت لكم، ها شوفوا، هاني درت لكم زوز سميد، زوز كيسان تاع سميد بالكاس هذا، والخميره قلت لكم زوز. هنا نخلط بالفوي، نخلطو مليح. واش راكم البنات مع رمضان؟ واش راكم مع الصيام؟ واش مدايرين فيها؟ واش كاش ما جبتوا رواحكم، كاش ما جبتوش؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا ان شاء الله جبتوا رواحكم. المهم انا انايا هنايا راني مريضه شويه، لا غريب البنات دارت فينا صح. نتمنى ان شاء الله ربي يجيب لنا الشفاء ان شاء الله، ولكل مريض ربي يشافيه. هنايا نقسموا الخليط تاعنا على 2، اللي عندها الميزان دير بالميزان، اللي ما عندهاش عينها ميزانها برك. انا درت شويه في الصحن هنايا، كبيته في البلاطو، ومن بعد حطيت تجي تبقى لي لتحت، تجي رقيقه شويه. هاني حطيتها في البلاطو نعدلها. نخبط البلاطو تاعنا هنا شويه البنات، ونحطها طيب على 180 درجه. شعلت غير من تحت برك، ونخليوها طيب. ويت حمار، يعني كي تسخني الفور تاعك تحمر لك آه، تبقى لي بالتحت. هنايا عندي نص ايطره تاع حليب، عندي زوز مغارف تاع السكر، وثلاثة نشا، 3 مغارف تاع نشا. وعندي مغرف لافاني حطيتها مع الاول. وهنا البنات جبت لكم 4 فرماج. والمهم الفرماج اللي كان عندي متوفر في الدار. هاكا ما تقولوا ليش كثرتي علينا الفرماج ودرتي يا اخي دوك احنا في رمضان، الفرامي جاي كاينه، والفرامي جاي طيحوا فيها خلاه. هنا عندنا كيما قلت لكم 4 فرماج، ونخلط هذا كامل البنات بارد في بارد. نخلطه مليح ونحطه على النار قليله حتى تعقد معنا. هنا بعد ما عقدت معنا جبت زوز طيسان تاع يورت وحطيتهم. يعني هذا اللي كان متوفر عندي في الدار. مش تروحي ديري فريز، ما تصلحش. المهم هنايا حطيتهم.
كي بعد او قلت لكم البنات بعد ما طابت لي هذيك الكريمه تاعنا حطيت ضفت الياغورت هذاك. هاني نفرغ فيه نتشا ما خليتها، لازم نفرغه كامل. تعرفوا البنات ديما من نحب نصور تجيني واحد الدبانه ما فهمتش انا، تعرفوا راح تهبلني اليوم ما نعرفها ظهرت لي ما كانش. مين نصور تجي هذيك الدبانه اني ما فهمتش، اني نحوس نقتلها وما لقيتش كيفاه. هنا كان طابت الطبقه الاولى، ومن بعد نفرغ هذيك الكريمه البنات فوقها. نفرغوها كامله. هاني فرغت الكريمه هذيك. يعني البنات سهله وما تديش يعني كيما نقولوا هكا من وقتك بزاف. ومام هكا السهرة تاع رمضان مليحة، كيما دوك في السهرة تاع رمضان ديريها وديريها الصباح وفي الليل، كولوها. هنا بعد ما حطيت البنات الكريمه نزيد نضيف الكريمه اللي قعدت لي هذيك نضيفوها كما قلت لكم كامله. ومن بعد البنات نحطوها في نزيدو نرجعوها في 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 نزيدو نرجعوها في الفرن. نحطوها واحد السبعة دقائق هكاك حتى تحكم روحها. ومن بعد نزيدو نخرجوها. يعني الطبقة هذيك راح كي تدخليها للفرن راح تحكم روحها. ها نزيد كيما قلت لكم نحطها واحد 7 دقائق هكاك ومن بعد تخرجيها. وهنا بعد ما خرجتها البنات نزيد نضيف شويه حليب للخليط هذا اللي قعد لي تسمى شويه شرب. نضيفه شويه بك انا ضفت مشكاره بعد شحال كانت جامده هذيك هي ذابت لي شويه برك قلت والله نحط مشكاره نورمال ما يعرفوا شكاره تاع الحليب. هنا بعد ما خلطت الخليط هذاك اللي من الفوق نزيدو نضيفوه ها كيما تشوفوا هاني قلت لكم حطوها 7 دقائق بكا البنات دوك تحكم روحها. نزيدو نضيفو الخليط هذاك من الفوق ونعدلوه ونزيدو نحطوها طيب. نشعلو لها من الفوق ماشي نخليوه شاعل من التحت. من التحت دوكا كي طيبنا الطبقه هذيك اللي من التحت نطفيو عليها ومن بعد نشعلو من الفوق. يعني سهله البنات وبنينه. واش نقولك جربوها. هنايا هاني نعدل فيها يعني والله الله قريبه البنات دارت فينا خليوها برك. والناس كل مره اذا بيها اللي تهضري معاه يقول لك الله قريب. نقولوا الحمد لله برك. انايا كيما قلت لكم البنات هاني نعدلوا العجينه هذيك اللي الخليط هذاك اللي بقالي نضيفوه من الفوق نوازيوه كامل على البلاطو تاعنا قد وبعد نحطوه يطيب على درجه 180. كل وحده والفور تاعها كيفاه وكل وحده ودرجه الحراره تاعو كيفاه. المهم انني قلت لكم برك انا تاعي على قداه حطيته. هاي نخبطها شويه مليحه هنايا هكا شويه برك هاكا من نخبط فيها. هنا بعد ما طابت البنات نجيب الشربات هذيك تاعنا ونحطوها كامله كيما قلت لكم شربات كاس سكر وكاس ماء ومغرف فاني وطرونش تاع قارص وراح تشرب معنا البنات وتجي شاربه كامله كي بعضها. انا نقصوها نجيبو موس نقصوها يعني انايا خرجت لي 20 حبه.
يعني بلاطو يعني يجيك ما شاء الله. هنا بعد ما نقص فيها، راني قاعدة نقص فيها شوفوا كيفاه. هاني قصيتها هكا بالعرض ومن بعد وليت بالطول. وتقصي حتى لتحت تهبطي الموس، يعني سهلة وكما قلت لكم ما تديش من وقتك ومليحة للسهرة. هنا عندي معجون كونفيتير، كل واحد كيفاه يسميه. خليتها جوري معزون. عندي معجون نحطه من الفوق باش نزين. وش اللي عندك البنات زيني بيه. الجود من الموجود كما ديما راح نقول لكم، انا الجود من الموجود. انا عندي كاوكاو، انت عندك نواه كوكو، اللي عندها تزين بالشي اللي عندها. مش المفروض انك ديري يعني كيما نقولوا كاوكاو ولا لازم انها كاوكاو. الشي اللي عندك زيني بيه وخلاص. هنايا حطيت المعجون هذا كامل، حطيته من الفوق. والحلاوه البنات الحلاوه مليحه برك. انا هاني قاعده ندير في الموس باش يهبط معنا هذاك المعجون هذاك اللي من الفوق وتدخل. وهنا كنت كملت زينتها. المهم التزيين يبقى اختيارك. انا زينت برك، كان راح عليا الحال على الفطور وكنت مزروبه. المهم زينت برك هنايا، نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. وهنايا هاني قصيت لكم منها، ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. وما تنساوش الاشتراك وبارطاج في القناه. قلت لكم باش ديما هكا شويه نمد لكم ونرجع لكم بطاقه ايجابيه. انا كنت قصيت معاكم وذقتها، او لازم نذوقها. هذه في الليله. المهم بعد ما خليتها زدت دخلتها الفريجيدير وحكمت روحها. قصيتها وذقتها البنات، جات مليحه تسخف. ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم. وصراحه نقول لكم نتمنى ان شاء الله رمضان كريم وصحه فطوركم وصحه سحوركم. نتمنى لكم كل خير ان شاء الله يا ربي، وتهلاو في رواحكم. سلام.